انا لحد دلوقتي مش عارف انا عايش ولا ميت، وكل ما افتح الراديو بالليل واسمع الرقم ده قلبي بيقف. لو انت لسه جديد في القناة او لسه جديد في القناة، ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ويا ريت تعمل لايك للفيديو دوت عشان مهم عندي اليوتيوب. ويلا بينا نكمل باقي القصة. انا اسمي عماد، عندي 33 سنة، ساكن في شقة ايجار قديمة في حي شعبي في الاسكندرية. الشقة دي كانت بتاعت عمي الله يرحمه، وانا وارثها من بعده. من ساعة ما سكنت فيها وانا حاسس ان في حاجة غلط، بس ما اقدرش احدد ايه هي بالظبط. المهم من حوالي اسبوعين بدأت اصحى من النوم فجأة على الساعة 3 الفجر بالظبط، كل يوم نفس الميعاد. مش عارف ليه، بس بصحى مفزوع وكأن حد بيصحيني. اول يومين قلت ده أرق ولا حاجة، لكن في اليوم التالت وانا قاعد على السرير بحاول انام تاني، سمعت صوت الراديو القديم اللي عندي في الصالة شغال. الراديو كان بتاع عمي، نوعه راديو ترانزستور قديم، لونه بني، البطارية بقالها شهور ميتة، وانا بنفس اللي شلتها من زمان. قمت من السرير وانا مرعوب ودخلت الصالة. الراديو كان شغال فعلا، بس الصوت مش مظبوط، زي ما يكون على محطة مش موجودة. صوت التشويش رهيب. قربت اطفيه وفجأة سمعت الصوت واضح بيقول: إذاعة رقم 28/8، النهاردة هنحكي قصة جديدة. بصيت على الراديو لقيت مؤشر واقف على تردد 28/8، مش موجود أصلا على أي راديو طبيعي. بعدها بدقيقة سمعت صوت ست بتقول بصوت هادي ومرعب: النهاردة هنتكلم عن عماد اللي ساكن في شقة عمه وعمره ما عرف سر الأوضة المقفولة. رجلي اتقطعت، بصيت ورايا على الأوضة بتاعت الضيوف، بابها مقفول من سنين. عمي قبل ما يموت وصاني ما افتحهاش أبدا، وقال لي بالحرف اللي جوه ما يطلعش أبدا مهما حصل. طبعا قفلت الراديو بسرعة ورميته في الدولاب وحاولت أكمل يومي عادي. لكن تاني يوم الساعة 3 الفجر بالظبط صحيت تاني لقيت الراديو شغال. ازاي وانا حاطه في الدولاب؟ جريت على الصالة لقيت الدولاب مفتوح والراديو شغال بره على محطة 28/8. النهاردة يا عماد هنتكلم عن اللي حصل لعمك قبل ما يموت وعن اللي شافه في الأوضة دي. أنا اترعبت، صوت الست بقى قريب كأنها قاعدة جنبي على الكنبة. قلت ممكن أكون بيتهيألي، ممكن أكون تعبان، بس إزاي راديو يشتغل لوحده؟ وإزاي يعرف اسمي؟ وإزاي يعرف قصة عمي؟ قررت انام عند صاحبي يومين، وفعلا رحت عنده ونمت هناك. الراديو سبته في بيتي طبعا. الساعة 3 الفجر صحيت على صوت تشويش. الراديو كان جنب السرير في البيت بتاع صاحبي نايم جنبي ومش حاسس بحاجة، وانا بصيت على الراديو لقيت المؤشر على 28/8 وصوت الست بيقول: ما تخافش يا عماد، احنا جايين نزورك، افتح الأوضة عشان تعرف الحقيقة. قمت راكب عربيتي ورجعت الاسكندرية في نص الليل. دخلت الشقة لقيت الباب الأوضة مقفول مفتوح شبر. ندهت مفيش رد، فتحت الباب بالرجل. الأوضة كانت فاضية تماما، مفيش عفش، مفيش شباك، بس في راديو زي بتاعي بالظبط واقف على الأرض في نص الأوضة شغال على محطة 28/8. قربت منه سمعت صوت الست بيقول: شكرا إنك فتحت الباب، دلوقتي تقدر تسمع باقي الحلقات. وفجأة لقيت نفسي مش قادر اتحرك، رجلي ثبتت في الارض. الراديو التاني اللي في الصالة دخل الأوضة لوحده واقف جنبي، بقى عندي راديوين الاتنين بيقولوا نفس الكلام: إذاعة رقم 28/8، النهاردة هنحكي قصة عماد اللي بقى جزء من الإذاعة. حاولت أصرخ، صوتي طلع همس. بصيت في الراديو لقيت انعكاس وشي في الشاشة الصغيرة بتاعته، لقيت ملامحي بتتشوه، عينيا بقت ناشفة، بقيت شبه الميت. الراديو كمل. المستمعين الأعزاء، تقدروا تسمعوا صوت عماد اللي جاي من الأوضة وهو معانا النهاردة للأبد. من ساعتها وأنا مش عارف أنا فين بالظبط. ساعات بصحى ألاقي نفسي في الأوضة دي، وساعات بشوف ناس غريبة قاعدة بتسمع الراديو وأنا صوتي طالع منه. وكل ليلة الساعة 3 الفجر الإذاعة بتفتح على تردد 28/8. لو سمعت الرقم ده اقفل الراديو في وشي
علشان ما تسمعوش صوتي وانا بصرخ من جوه. لو وصلت لحد هنا اللايك بتاعك الجميل يا معلم، تمام. وانت يا استاذه برضو اللايك بتاعك الجميل، واشتركوا في القناه وقولوا له ايه رايكم في القصه دي. ولو بتحب انواع القصص دي فممكن الف او اكتب قصص تانية غيرها، تمام. غير ان شاء الله في ويب سايت هيتعمل، فاللي عنده تجربه او اللي عنده قصه يبدا ان هو يخش يبعتها لي، واللي في الخير يقدمه ربنا. واتمنى تكون القصه عجبتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.